القشطوطة أو الدلوعة في البيت بكل سهولة هتعملها. أنا الشيف محمود بعمل وصفات زي ما انتوا شايفين كده. القشطوطة أو الدلوعة توكل الرحمن أسرة أو الرحيم. عيلة كاملة. تحفة وتحفة دي شوية عليها والله. بسم الله ما شاء الله. اعملوها في البيت وقولوا رأيكم. عندي 7 بيضات، هنزل بيهم كده في العجان بتاعي وهضربه لمدة دقيقة كده. العجان هيشتغل لمدة دقيقة على البيض. وبعدين عندي 200 جرام من السكر العادي بتاعنا بتاع البيت، هنزل بيهم. وبعدين هنزل ب40 جرام محسن كيك، 40 جرام، واضربهم كده لمدة 5 دقايق. وعندي تذكرتين من الفانيليا هنزل بيهم برضو عشان زفرت البيض كده. 2 تذكرة من الفانيليا. وطبعا انا مجهز الدقيق بتاعي اللي هنزل بيه متعدد الاستخدام، 250 جرام دقيق. دي طريقة الاسبونش بتاعنا. وعندي تذكرة من البيكنج باودر. وعندي 110 جرام من المية هنزل بيهم كده. عجينة الاسبونج بتاعتنا جاهزة، او عجينة الاسبونج الكيك بتاعتنا جاهزة، تعملها في البيت بكل سهولة. 5 دقايق. طبعا عندي الصينية اللي هسوي فيها زي ما انتم شايفين كده، حاطط فيها ورق زبدة. وطبعا نزلت بعجينة الكريم، عجينة الاسبونج كيك بتاعتنا اللي هنعمل بيها القشطوطة. وخلاص كده هخبطها خبطتين. انا بعد ما سويتها هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة او 40 دقيقة. هنا اعمل الكريمة بتاعتي او كريم شانتيه. ده 130 جرام من الكريم شانتيه، 50 جرام من السكر البودر، ونص رتل من المية، وهي اضربهم كويس مع بعض. وهنشوف القوام في الاخر زي ما انتم معايا كده متابعين. ده الكريم شانتيه بتاعنا اللي هنشتغل بيه. كده هعبيه بلاستيكيه كده او هعبيه بوله ادخله التلاجة نص ساعه كده. العجينه طلعت معانا اهي بعد من 40 ل 45 دقيقه بالظبط زي ما انتم شايفين كده. واحنا بنعمل اختبار للعجينه، طبعا الكنافه داخله معانا في القشطوطه بتاعتنا. طبعا هنفركها كده ونديها 100 جرام من السمنه و5 معالق من السكر البودر كبار. وبعدين نفركها وندخلها الفرن لحد ما تتحمص معانا، وهتشوفوها في الاخر. طبعا السبونش بتاعنا بقى هنبدا نسويه ونظبطه، وهنبدا بقى نظبط شغلنا بقى. خلاص كل شغلنا جاهز بفضل الله. السبونش عالي معايا اقسمه 2. واي صواني عندي ممكن اشتغل فيها، اقطع على قد الصينيه بالظبط زي ما انتم شايفين كده. وبعدين اي صينيه عندي او اي حجم اقطع على قدها. وبعدين احط بقى، ابدا احط ازقي كده شربات على البارد، ما نزلتش على النار خالص، اللي هو محلى بس بالسكر عادي يعني. وبعدين انزل بالكريمه بتاعتي اوزعها على البولات اللي بتاعتي او ال كل الحاجات اللي عندي اللي انا مجهزها اللي هشتغل فيها. انزل بالكريمه بتاعتي. وبعدين انزل بقى بالكنافه زي ما انتم شايفين. الكنافه هو ده اللون المطلوب والكنافه المطلوبه معايا. انزل بقى على الكريمه، وانزل كمان بطبقه كريمه تانية. وبعدين مجهز المانجا بتاعتي انا مقطعها طبعا وحطيتها في التلاجة كده. خلاص اهو اوزع المانجا بتاعتي، قطع المانجا. وبعدين ادخلها التلاجة كده لمده ساعه او ساعتين. وبعدين ممكن اكل منها عادي في اي وقت. كده حلقة بسيط سهل القشطوطة أو الدلوعة زي ما انتوا عايزين تقولوا عليها. أنا هسميها الدلوعة القشطوطة في البيت بكل سهولة، ومكونات سهلة وموجودة في البيت. القشطوطة بكل سهولة في البيت مع الشيف محمود تقدروا تعملوها زي ما انتوا شايفين كده. عملوا القشطوطة، أنا هسميها الدلوعة بكل سهولة في البيت. وحاجة سهلة خالص، وحلقة كويس للبيت أو حلقة للأولاد كويس. حلقة للأولاد كويس تقدروا كلكم تعملوها. يلا بينا ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفة وتحفة دي شوية عليها والله. بسم الله ما شاء الله. اعملوها في البيت وقولوا رأيكم.